السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ماسك المعجزه، وغنشارك معكم التبريمه اللي غتوحد لينا الجسم ديالنا كيف ما بغى يكون الجسم ديالك، سواء بيضاء سمراء، المهم انها التبريمه كتوحد لك لون الجسم ديالك وغتطبقيها من راسك حتى رجليك. تبريمه زوينه وبمكونات، يعني ما فيهاش المكونات بزاف، يعني فيها غير تقريبا 2 مكونات، يعني ما فيهاش كثرة المكونات باش ما تجزيش عليها. وغنشارك معاك صباغه طبيعيه لتغطيه الشيب من اول استعمال. المهم شوفي انتي، يعني بغيتي الماسك راه غيكون في بداية الفيديو، بغيتي التبريمه بغيتي الصباغه راه في اخر الفيديو. المهم شاركت معكم هاد الوصفات اللي حضرتهم في نفس الوقت، يعني بغيت نستعملهم وقلت نشاركهم معكم حتى نتوما الا بغيتوا شي حاجه بحال هكا. وما تبخلوش عليا من لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. وندوزو دابا على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للماسك غناخد دانون طبيعي بدون سكر، كتاخدوا منه واحد الملعقه كبيره وكتزيدي ليه الحليب صافي. وغنخلط هاد المكونات جيدا. ضروري اختي مع هاد، يعني راه يعني يعني هاد الفصل كيكون البرد، راه كنعاكزو بحال هكا على الماسكات، كنعكزو على بحال هكا لا بغينا المهم كنعكزو بصفه عامه، كنعكزو صافي. لهذا ما تعكزيش اختي، ضروري ما تعتني تاخدي وقيت وتعتني بالجسم ديالك وبالبشره ديالك وبالشعر ديالك، ضروري حتى هما راه عندهم حق. صافي كيف ما شفتوا معايا زدت حليب مجفف اي نوع، انا استعملت نيدو، نتي اي نوع بغيتي تستعمليه استعمليه. المهم بالنسبه لهذا الماسك غنديرو قبل الدوش او قبل الحمام، يعني بما انني غندير يعني بغيت ندير لشعري، يعني غندير هذيك الصباغه لشعري والتبريمه، قلت نحضر معايا حتى شي ماسك بحال هكا اللي يكون زوين. واخا هاد الايامات راه ما بقيتش الصراحه، كيف قلت لكم كنعاكزو بحال هكا على الماسكات ولا هذا. تقريبا ما عرفتش شحال دابا المده ما بقيتش درت شي ماسك، لهذا حاولت انني غندير هذا الماسك صافي. وغنزيد ملعقه صغيره من السدر. راه دائما يعني هاد الايامات راه وليت معتمده على السدر، يعني وليت يعني عجبني، يعطيني واحد، يعني عطاني نتيجه زوينه. كون ما عطانيش نتيجه زوينه ما نبقاش نستعملو، لهذا راه كنجيبو كنطحنو. خديت على قبلو كنت كناخدو بحال هكا وكنقيه وكنديه عند العطار كيطحنوا ليا. دابا خديت ماكينه وليت كنطحنو بوحدي في الدار، كانت عندي وخسرات وخديت وحده اخرى باش نبقى نصايب بحال هكا. داكشي قدامي نعرف اشنو كنحط على البشره ديالي. خذوا غير ملعقه صغيره، ما تكثروا ما والو. ولا بان لكم بحال هكا نشف غتزيدوا الحليب، بغيتوا ديروا الحليب ديروه، ما كانش عندكم ديروا غير الماء. بغيتو تاني ديروا ماء الورد ضيفوه، يعني الاختيار كيبقى لكم. انا كل مره وكنخلطو بطريقه مختلفه، هاد المره خلطته بالحليب، موالفه كندير الماء. ولكن ضروري غتدخلي حليب مجفف، وغتدخلي دانون طبيعي بدون سكر باش كنرطبو، حيت كتعرفوا في هذا الفصل البشره ديالنا كتنشف كتولي جافه، واخا تكون البشره عندك دهنيه في هذا الوقت كتولي جافه. لهذا ضروري غتدخلي كيف قلت لكم الحليب ودانون طبيعي باش البشره ديالنا ما تنشفش لينا. هنا غنزيد قطرات، يعني غير قطرات ما عندهم ما غيديروا لك البشره ديالك. انا البشره ديالي كيف كنقول لكم دائما راه عندي البشره حساسه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، لهذا غنضيف غير قطرات. بالنسبه للحامض، الحامض حتى هو راه كيبيض لينا، يعني كيبيض لينا بحال هكا الناس اللي عندهم النمش اللي عندهم الكلف، يعني كيبهت لينا داك الكلف. مع المداومه راه تحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. غير داوموا، ما تملوش من هاد الوصفات الطبيعيه. بالاخص انا راه كنركز لكم على هاد السدر، راه معجزه، يعني زوين بزاف. والسدر وحتى الحمص حتى هو زوين. المهم انا اللي كيجيو ليا مع البشره ديالي. وبالنسبه غنشارك معكم حتى واحد الماسك ديال زريعه الكتان والزنجلان فايته مشاركه معكم، وغنعاود ثاني ان شاء الله نشاركو معكم حتى هو زوين. يعني ما كيخليش لينا البشره ديالنا كتجف. صافي هنا الماسك عندي جاهز، غندوز غنحطو على جنب. ضروري شوفوا سوا التبريم مع ماسك صباغه طبيعيه، اي حاجه كتبغي تحطيها تصايبيها
كتحطيها كتخليها كديري واحد الدويره كتخليها واحد شوي، عاد فاش كترجعي كطبقي على البشره ديالك. صافي بالنسبه للبنات غنشرح معكم الطريقه ديال الماسك هذا فاش غندوز للتبريمه. بالنسبه للماسك غنمشي نغسل الوجه ديالي بالماء اللي كيكون دافي ماشي سخون بزاف، غير بالماء دافي. بغيتي تغسلي بالسدر غسلي، شوفي انت باش كتغسلي البشره ديالك. غير ما تغسليش بالصابونه، هذيك الصابونه ديال الحجره ولا الطوس ما تغسليش بها دائما، راه كتنشف لينا البشره ديالنا. غسلي بالغسول الخاص ديال البشره ديالك وطبقي الماسك وخليه مده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه وصافي. وهديك الساعه غسلي غسلي الوجه ديالك بالماء بارد باش كتسدي المسام. صافي هادشي المهم باش ندوزو للتبريمه. بالنسبه لهنايا للتبريمه هذه غنديها معايا ان شاء الله للحمام. خديت الحنه. بالنسبه للحنه يعني ما غنقولش لكم مقياس، شوفوا نتوما على حساب عدد، شوفوا نتوما واش وحده ولا جوج، ولا كنتي غير بوحدك خدي غير ملعقه كبيره وزيت السدر. كيف مشيو معايا زيت السدر زيدي واحد الملعقه حتى هي تكون صغيره. هاد المكونات راه ما شاء الله، سواء الحنه بالاخص السدر بجوجهم كيتزادوا، راه كديري غير واحد الكميه قليله وكيتزادوا. وغنزيد الحامض، يعني ما بغيتش ندخل مكونات بزاف باش ما تعكزوش عليهم، يعني باش ما تعكزوش. يعني حنا شي مرات ملي كنشوفوا مكونات بزاف كنعكزوا. ما عندكش اختي عندك غير الحنه، ديري غير الحنه والحامض حتى تمشي للحمام وخلطي مع صابون البلدي. ما تخلطيش معاها من بحال هكا من البلاصه، تخلطي مع صابون البلدي. من الاحسن انك تخلطيها وتخليها حتى تمشي للحمام وزيدي على صابون البلدي. صافي هنا غندوز غنخلطها. المهم بالنسبه لهذا المنقوع اشنو فيه، ماشي ضروري هذا المنقوع ماشي ضروري. الا ما عندكش هذوك المكونات ممكن انك تستغني عليه، خلطه غير بالماء عادي. غير انا كان عندي الكركديه والقهوه، طبختهم مزيان زوينين بزاف، وطبختهم وزيدي معاهم حتى شويه الخزامه وخلطي بهم التبريمه. الكركديه والخزامه القهوه مطحونه عاديه. صافي طبختهم مزيان حتى الكركديه راه زوينه كتبيض لينا الجسم ديالنا. وصافي وغنخلط هاد التبريمه مزيان. كيف قلت لكم الا ما عندكمش بالنسبه لهاد المكونات خلطوها غير بالماء. صافي غنستمر على هذا الشكل، غنخلطها مزيان وغنديرها في شي طويصه ولا شي حاجه حتى ان شاء الله منين نمشي للحمام. ولا شوفي انت واش بغيتي تدوشي ولا ما، يعني في هذا الوقت راه ما كاين الدوش على بغيتي تدخلي ليه بالزربه وتخرجي. يعني ولا البرد كتعاكزي تدخليه وغديري التبريمه او ديري واحد المقشر حتى الا بغيتي تسخنيه شويه وصافي. هما التبريمات وهذا الشيء اللي كيشدوا لك الوقت ما كاين ما احسن من الحمام. صافي غنخلطها مزيان كيف قلت لكم. هي الصراحه ما كاين ما احسن، انا راه واخا خلطت هنا يعني راه عاودت خدمتها بيدي. يعني كاين ما احسن من الايد، هي اللي كتخدم لك الحاجه مزيان. واخا خلطت هنا عاودت خلطتها بالايدين ديالي. صافي غنستمر بحال هكا حتى نخلطها مزيان وصافي. المهم غنعطيكم الطريقه ديال التبريمه حتى هي قبل ما ندوزو للصباغه. بالنسبه للتبريمه صافي دابا كيف قلت لكم غنخدمها مزيان بالايدين ديالي وغندير فيه واحد الطويصه او شي حك بحال هكا يكون كيتسد حتى ان شاء الله نمشي للحمام. وغنزيد لها الصابون البلدي نخلطو معاها. صافي وهديك الساعه كتدخلي للسخون كتخوي لك اميها وكتسخني مزيان. صافي وكدهني للجسم ديالك وتخليها تقريبا مده 10 دقائق. وغتعاودي ديري الصابون البلدي غتشلي منها وغتعاودي ديري الصابون البلدي واخا درتي معاه هي. المهم راه كل واحد وطريقته. انا يعني ضروري فاش كندير التبريمه واخا معاها الصابون البلدي فاش كنتشلل كنعاود كندهن الصابون البلدي وكنبقى به واحد شويه عاد فاش ديك الساعه كنحك. صافي وحك الجسم ديالك وغتشوفي الخير اللي غيخرج. المهم واللي زوين فيها هو انها يعني كتوحد لك حتى اللون ديال الجسم ديالك كيتوحد. حنا ما كنهضروش على بالنسبه لي سمراء او بيضاء، راه كل واحد وكيفاش خلقو الله. ولكن غير كيولي اللون ديالك زوين كيولي موحد وكيولي صافي. يعني كيتحيد لك داك الحبوب داك لاطراس ديال الحبوب او الكلف ديال الولاده او صافي. البنات هانتوما بالنسبه للوصفه هذه ديال سميتو ديال صباغه الشعر. بالنسبه للبنات اللي شافوا الفيديو قبل هذا ديال صباغه الشعر اللي شافتو راه المهم تكون تفرجت فيه. اللي ما شافتوش حتى انا كنت صايبت واحد الكميه
اللي كثيره، يعني كثرت بزاف، ولهذا احتفظت بها، راه ما خسرات ما حتى شي حاجه. احتفظت بها هنا ودرتها في الثلاجه، ما بغيتش نرميها. اول مره يعني كنحتفظ بها، مول فما كنحتفظش بها. ويعني راه اسبوع ما خسرت ما حتى شي حاجه. ها نتوما. صافي قلت لكم، وطبقتها ملي بغيت نمشي للحمام، طبقتها على الشعر ديالي، خرج لي اللون واعر، بالعكس خرج لي احسن من الاول. حيت يعني طلقات دوك المكونات كاملين طلقوا. بالنسبه للبنات اللي ما شافوهاش، هي غنعاودها معكم ورزربت الفيديو باش ما يجيش طويل. كيف مشوا معايا، خديت الكركديه، خديت القشور ديال الرمان اللي كيكونوا بحال هكا، كيكونوا مكارمين مجفين بحال هكا. ما عندكش خديهم من عند العطار، وحتى الكركديه سير كتكون عند العطار. وغتاخدي السوا، كان عندك ضيفيه، ما كانش عندك بلاش. صافي، وزدت الباربه، خديت حبه وحده نقيتها وضفتها. بالنسبه للوصفه راه فايته شاركتها معكم، غير البنات اللي غيكونوا اول مره غيصادفوا القناه، ها هي. ما بغيتش نقول لكم رجعوا غتبداو تقلبوا. صافي درتهم فوق نار متوسطه، وغطيت، ضروري ما تغطي الكسروله ديالك. ودزت هنا، خديت الحنه. بالنسبه للحنه على حساب طول وكثافه الشعر ديالك، ما نعطيكش العبار. وخديت واحد الملعقه كبيره من القرنفل مطحون. وهنا غندوز ناخذ واحد نصف حامضه غنعصرها. صافي، وغندوز دابا هانتوما، ها هو هاد الرمان والكركديه وداكشي كيطبخ ليا مزيان. هانتوما راه كنخليوه تقريبا مده 10 دقائق، ولا حتى يبان لكم دوك القشور ديال الرمان وداكشي كيبانوا لكم يعني طابو. وكندوز هنا كناخذ هاد الميكسور وكنضيف فيه هاد المكونات وكنطحنهم باش كنستافدوا من الاحسن. شحال هذا كندير غير داك الماء ديالهم، داك المنقوع ديالهم. كل واحد يدير اللي عجبو، المهم انا طحنتهم باش كنستافد اكثر من المكونات. هنا غندوز باش نصفي، غير باش لا كان شي حشاف ولا شي حاجه يحيد. هو راه تقريبا راه كلشي هبط ليا من هذا، كيبقى غير شي حاجه قليله. ها نتوما كتشوفوا معايا. ضروري ما تصفيو باش داكشي ما يبقاش لكم في الشعر ديالكم، باش ما يعطلكمش في الغسيل. صافي، ودابا غندوز غناخد هاد هاد المنقوع ديال الكركديه والقرنفل. صافي، وخويته هنايا على هاد الحنه. وبالنسبه يعني الا جاكم شويه ناقص، راه ممكن انكم تزيدوا الماء اللي كيكون سخون. صافي، وكتبقاو تخلطوا. وغنزيد هنايا، راه ما تصورش معايا المقطع، زدت داك العكر هذا الفاسي، زيدي منه غير تقريبا واحد نصف معلقه صغيره. وزدت 2 معالق كبار ديال الزيت. انا ضفت زيت الزيتون، وانتم لكم الاختيار، اي زيت متواجد عندك، ما عندك حتى شي زيت ديري اختي غير زيت الطبخ، ضروري ما غديري الزيت. وبالنسبه صافي، وكنخدمهم مزيان مزيان، وحتى غنعاود نخدمهم بايدي، انا كيعجبني شي حاجه نخدمها بايدي. بالنسبه للبنات اللي كيقول لك لا ما تحطوش الزيت، راه ما غيتبتش لكم اللون. كيتبات اختي اللون ضروري باش الشعر ديالنا ما ينشفش، ضروري ما غندخلو في الوصفه الزيت، ضروري ومؤكد. انا مطبقاها على الشعر ديالي، شعري ولا كيحمق، شعري تعالج، ما بقاش عندي داك التقصف اللي كيكون عندنا في الشعر، ما بقاش الشعر ديالي كيتساقط. الشعر ديالي ولا فيه واحد اللون واعر. تبعي اختي هاد الوصفات وغتحصلي على نتيجه اللي غتكون زوينه وغتعجبك. وهنا راني خمرتها. صافي، وهنا دزت يعني بارده، ما يمكنش ليا نطبقها على الشعر ديالي وهي بارده. ضفت الماء لتحت سخون ودرتها هنا، وبقيت كنخلط بها حتى دفات ليا، وطبقتها على الشعر ديالي. وغتخليها بالنسبه للوقت. صافي البنات، وبالنسبه قلت لكم صافي طبقيها من الجذور الى الاطراف، ديريها لشعرك كامل، راه كتعالج لك حتى التساقط، راه ماشي غير غتصبغي كنزرب، راه ماشي غير غتصبغي شعرك، لا راه حنا بغينا نصبغو، بغينا نغديو الشعر ديالنا، بغينا نرطبوه، بغينا نمنعوا تساقط الشعر. لهذا حاولي انك تطبقيها من الجذور الى الاطراف، وخليها ساعه ساعتين حتى ل3 سوايع، ما كاينش مشكل. وديري واحد البوني، ونخليكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.